اهلا وسهلا. لسه بقرا في كتاب The Right Kind of Wrong، والحقيقه من المعاني المهمه هي المنتاليتي بتاعت النجاح، وان الواحد يكون ناجح كانت على طول ازاي ان انت تحاول تستمر في النجاح، وازاي ان انت تحاول ان انت تعمل معادله يكون فيها اسباب كتير جدا تؤدي في الاخر للنجاح. وطبعا اول عامل هي عامل توفيق ربنا، لكن الكتاب ده بياخدك من زاويه مختلفه جدا، بياخدك من زاويه ان جزء كبير من ان انت تكون ناجح هي تقبلك للخساره. وده مبدا مش سهل ان الواحد يتقبله على فكره. الواحد لما بيجيله امتحان او بيجيله ابتلاء بيتعامل معاه في ساعتها، وبعد الصدمه وبعد شويه ريزيستنس وبعد ممكن يكون في شويه عدم رضا بيبتدي يتقبل. لكن فكره ان انت تكون من الاول وانت في الدنيا ذهنيا انت مستحضر ان هيكون في فيليرز، مع انها فكره على فكره مبدا ديني واضح وصريح، لكن انا ما كنتش مستحضره. ان انت على طول تكون داخل اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده بنبدا يوم جديد واحنا عارفين ان ممكن يكون فيه فيليرز من الاول كده خالص. ايه الفرق في المايند سيت ده واهميه المايند سيت ده من وجهه نظر الكاتبه في كتاب ذا رايت كايند اوف رونج؟ ان هو بيخليك ان انت تقول طيب ما هو بدل فيه فيليرز وان فيليرز ار بارت اوف لايف، طب ليه ما نستفيدش منها بقى؟ طب ليه ما نبتديش نحط خطه ان احنا نستفيد من الفيليرز دي ونتعامل معاها بشكل احسن، وخلاص يبقى عندنا تقبل ان هيكون في فيليرز، ان هيكون في حاجات هتحصل مش زي ما احنا عايزين. طب نتعامل معاها ازاي؟ ما هو مش ممكن بقى كل مره تيجي، يعني على راي غبي منه في يا عيني ده اتصدم، مش كل بقى ما يجي فيلير تقول ايه ده هو ازاي، ما انت عارف خلاص، ما انت عارف ان this is part of the equation, this is part of life. فالحقيقه مبدا مهم قوي، والكتاب ده مختلف، وان شاء الله يكون الموضوع مفيد بالنسبه لكم. شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير كلكم، ولا تنسونا من دعائكم، وربنا يتقبل منا ومنكم.